بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معانا فيديو الاكلتين بساط جدا. انا بعملهم مع بعض على اساس ان الاتنين سهلين وممكن يتعاملوا في وقت واحد على النار، وبينفعوا يكفوا يومين في التلاجة او 3 ايام، يعني يوم دي ويوم دي، واليوم التالت بيبقى بواقي الاكلتين مع بعض. انا عارفه ان الطريقه سهله، بس انا بعمل الفيديوهات دي يعني مثلا صينيه البطاطس بتاعت امبارح، المسقعه، الحاجات دي كلها سهله على طبعا ستات البيوت الشاطرين اللي بيتفرجوا عليا. لكن في بنات لسه بيبتدوا في حياتهم ولسه بيدخلوا المطبخ، لسه ما اتجوزوش وبادين يدخلوا المطبخ ويتعلموا، فطبعا الحاجات دي بتساعدهم كتير والنصايح بتساعدهم كتير في ألف ب مطبخ، فيعني اعتبروها سلسله ألف ب مطبخ. النهاردة هعمل الفاصوليا الخضراء باللحمة، وهعمل كباب حلة. معايا هنا دول 2 كيلو لحمة مقطعين قطع صغيرة، دي لحمة بقري مش بتلو، انا مقطعاها قطع صغيرة قوي علشان تستوي بسرعة. ومعايا ده حوالي نص كيلو فاصوليا خضراء متقطعة، انا كنت مفرزاها في الفريزر. معايا هنا سمنة فيرن، ومعايا دول 3 بصلات متقطعين للاكلتين، مفرومين قصدي للاكلتين، ودول حوالي راس توم مفرومه، وملح وفلفل اسود وجوز الطيب وبهارات مشكله وصلصه وشفشق عصير طماطم. دلوقتي هاخدكم على النار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا كده حطيت الحلتين على النار. دي الحله بتاعت الفاصوليا، هحط فيها معلقه زبده حلوه كده اهي، وبرده معلقه سمنه، مش زبده يعني مش كبيره قوي، للكباب الحله. تمام. اول حاجه بنزل بيها البصل، بس بعد ما السمنه تسيح او الزبده تسيح كويس. على فكره المعالق الخشب دي والله جديده، كان في واحده علقت لي على المعالق الخشب بتقولي جددي معالقك. انا والله جديده المعالق، يعني هوريكم اصلا عندي مجموعه كبيره جدا اهي، وكلها جديده، جايباها يمكن قبل رمضان. المعلقه اللي كنت بصور بيها في صينيه البطاطس هي ديت، هوريها لكم اهي. هي تقريبا اتلسعت من هنا مني في مره من المرات وانا حطاها كده سندها في الحله زي كده اتلسعت، فهي بتقولي شكلها وحش وجدديها، انا عارفه هتستقبليها بصدر رحب وكده. قلت لها عادي، انا ما بزعلش اصلا، يعني مش بزعل من اي انتقادات ولا اي حاجه، فعادي يا حبيبتي مفيش مشكله خالص. انا والله ده انا مضيعه كل فلوسي على المطبخ. انا بحب اصلا ادوات المطبخ جدا، ولو كنتوا شفتوا الفيديو بتاع المطبخ بتاعي انا بشتري حاجات كتير قوي يعني. انا كده حطيت البصل لما السمنه سخنت اهو، وانا هحط برضو البصل بتاع كباب الحله. طبعا ممكن الناس تقولك كباب الحله احنا بنعمله بالثوم بس، لكن انا بحب احط بصل علشان يعمل صوص حلو وتقيل للحمه، عشان نحب ناكلها بالصوص، فبحط بصل على طول. شوفوا بقى الاتنين والسهوله اللي بنعملها في ان احنا بنعمل الطبختين مع بعض او الاكلتين مع بعض، وبنعمل حله رز بالشعريه جنبهم، وشكرا على كده. تقعدي بقى يومين او 3 ايام ما تخشيش المطبخ، يا سلام. طبعا اهم حاجه يكون عندك اكل للولاد ولجوزك، دي اهم حاجه في الموضوع. حته بصله هنا كبيره ما اتفرمتش بشيلها اهي، ان انا عندي بسكه الكمامه جنب البوتاجاز مش برمي في الارض يعني. كده البصل هيتشوح كويس اهو، هبتدي انزل عليه بالثوم.
واشوح بقى البصل مع الثوم كده. طبعا ريحه التشويحه بتاعت البصل والثوم دي بتبقى رائعه رائعه جدا يعني. بعد كده هنزل باللحمه. هنزل بنص اللحمه هنا، وبقيتها في الكباب الحلو. وهبتدي اقلب برضو، خليها تتشوح معاها قبل ما احط التوابل. تقريبا اللحمه نزلت اكتر في الكباب الحله، مش مشكله، ناخد منها نفس التتبيله ونفس لسه نفس قصدي المكونات. ممكن ناخد كده يعني ايه واحدتين من هنا نحطهم هنا عادي. وهبتدي احط بقى التوابل ما عدا الملح. الملح بحطه اخر حاجه لما اللحمه بتستوي، لان الملح بيعطل السوا. للبنوتات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا الاكل والمطبخ، الملح ما يتحطش مع اللحمه من اول الاكل. مع اللحمه البتلو ممكن زي ما عملنا صينيه البطاطس امبارح، لان اللحمه البتلو ما بتاخدش سوا وبتستوي بسرعه جدا. لكن اللحمه البقري بتاخد وقت على النار من ساعه ونص لساعتين، فما ينفعش نحط لها الملح في الاول. الملح بعد ما تدخل في السوا ونحس ان الانسجه بتاعتها طريت وبدات تستوي نحط الملح بتاعنا. لكن التوابل هنحطها دلوقتي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الفلفل الاسود. هحط هنا معلقه كبيره فلفل اسود، وهنا كمان حبه صغيرين. تمام. والبهارات المشكله، وهحط جوز الطيب رشه بسيطه كده. جوز الطيب يا جماعه مش محرمه، الكتير منها مسكر لكن القليل منها مش محرم. انا في اخت فاضله كلمتني وقالت لي الموضوع ده، وانا سالت فيه وعرفت وقريت على النت وسالت ناس كبار يعني في العيله وكده، وقالوا لي عادي الرشه البسيطه دي بتطعم الاكل، ومش الغرض منها السكر او غياب عن الوعي. دي مش حرام. الكثير منه مسكر لكن القليل منه غير حرام، يعني ما فيهاش اي عيب. لو انت مش حابه وخايفه ما تحطيش جوز الطيب خالص، يعني دي بترجع لرغبتك انت، ما فيش اي مشكله منها. بصوا بقى، انا بالنسبه للفاصوليا انا هنزل بالطماطم الاول على اللحمه واسيبها تستوي شويه في الطماطم، وبعدين احط الفاصوليا، لان الفاصوليا مش نيه، الفاصوليا كانت مفرزه يعني واخده شويه سوا، واخده غلوه ومتبرده ومحطوطه في الفريزر، فبتبقى مستويه شويه. لكن لو كانت لسه طازه وانت شارياها طازه خضراء ومقطعاها وغسلاها، تحطيها مع اللحمه في المرحله دي. يعني في المرحله دي بحطها مع اللحمه واشوحها تشويحه، وبعدين انزل عليها بعصير الطماطم. لكن لو مفرزه لا، بحط الصلصه او الطماطم واسيبها تستوي فيها شويه وبعدين احطها. بالنسبه للحمه الكباب الحله، انا هحط دلوقتي ايه؟ هحط ميه في الكاتل تغلي، علشان انا لما احط عليها الميه وهي بتتشوح لازم تكون سخنه. واي ميه تتزود للحمه لازم يكون عندك غلايه او براد او كاتل على طول مليان ميه سخنه بتزودي بيها، لان الميه البارده بتعطل السوا.
دلوقتي انا هحط الميه في الكاتل تغلي وارجع لكم. دلوقتي الميه غليت، انا هنزل الاول بالطماطم هنا على اللحمه بتاعه الفاصوليا اهي، اقلبها وهجيب الميه السخنه احطها على اللحمه. طبعا الطماطم مش سخنه معلش، بس هو لازم هنعمل ايه، هتاخد بقى سخونيتها مع اللحمه. لكن اللحمه هنا هنحط عليها الميه مغليه من الكتل، لان مش محتاجين طبعا نحط ايه صلصه. كتل فصل اهو هجيبه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بتروح غاليه بسرعه وما تتاخرش بقى في السوا. طبعا بملى ميه كتير لان لسه هتشرب الميه دي وهتحتاج ميه تانية. هقلبها كده تمام، وهنا هقلب برضو. هعلي بقى النار شويه عشان كنت وطيت شويه عبال ما الميه غليت. هحط الصلصه كمان في المرحله دي. معلقتين صلصه مؤقتا، ولو حسيت انها محتاجه او لونها فاتح هبقى ازود، بس كده. الصلصه اللي على المعلقه، وانا برطمان الصلصه بصوا بحط عليه شويه زيت وبقفل وبحرك الزيت كده في البرطمان بحيث انه يجي على كل الصلصه اللي في البرطمان، وبحطها في باب التلاجة، ما بحطهاش في الفريزر، بتفضل سليمه ولا بتعفن ولا بتعمل. يعني دي انا فاتحاها امبارح او اول امبارح، بصوا ما فيهاش اي نوع من انواع العفن او الخضار او اي حاجه. ليه؟ لان الزيت عليها مغطيها اهو. بصوا شايفين الزيت، بصوا عليها كلها، على كل وشها وعلى اي فتفوته فيها بقلبها كده على اساس يجي على كل حاجه فيها اهو. بحطها في باب التلاجة لحد ما بتخلص، بتفضل نضيفه زي الفل. كمان تحفظيها في الفريزر. انا مش بحطها في الفريزر، انا بحب اخدها تبقى طريه، علشان ساعات بعمل محشي حاجات بتبقى محتاجه حاجات طريه، مش بعرف اطلع اللي في الفريزر دي، وبنسى اطلع بدري شويه عن ما باجي اشتغل، فبستخدم بحطها في باب التلاجة بصراحه. لكن انا عندي مامتي مثلا بتحب تحطها في الفريزر، فعادي بقى كل واحد على حسب ما اتعود. مامتي من النوع اللي بتصحى بدري وبتطلع حاجتها بدري وكده يعني تحب تشتغل كل حاجتها في البدري. انا بقى بصحى متاخر وتلاقيني كله ورا بعضه تك 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 تك، فما بعرفش الاقي حاجه توقفني كده. بحب ان انا ايه ابقى حاجتي جاهزه وسلسه كده معايا وطريه وكله تمام. نجيب واحده بس من دول احط عليها المعلقه دي هنا، لان انا حاطه بتاعه اللحمه حطاها على واحده تانية، مش عايزاهم يتلخبطوا على بعض، فانا احطها هنا بعيد. وهبتدي اغطي كده علشان دي تبدا تغلي، وابتدي اغطي كده. انا مش بغطي للاخر، بوارب شويه علشان ما تفرش على البوتاجاز. دلوقتي هنروح على العين التانية ونعمل الرز اللي بالشعريه. استنوا خليكم معايا. انا هنا كده حطيت معلقتين زبده فرن، وحطيت عليهم كوبايه ونص شعريه تمام، وهحرش عليهم رشه فلفل اسود صغيره جدا، بتدي ريحه حلوه للرز ابو شعريه. يدوبك رشه حاجه بسيطه جدا، وابتدي اقلب في الشعريه لحد ما لونها يبقى اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه. وانا مجهزه هنا معايا دول كوبايتين ونص رز ابيض مصري منقوع ومغسول ومتصفي زي ما انتم شايفين كده اهو. نقطه ميه نزلت في الشعريه معلش. هبتدي اشوح في الشعريه لحد ما لونها يبقى ذهبي جميل، وبعد كده هنزل بالرز عليه، وبعد كده بالميه بتاعتي. انا هوقف التصوير لحد ما الشعريه تاخد لونها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا انا بالنسبه لي اللون ده بقى جميل جدا، مش بحب اغمق عن كده علشان ما تغمقش الرز. انا كده اللون ده تمام. هنزل بالرز بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم.
كده ابتدي اجيب الميه. انا مش بحط بقى الميه بالويم، لا انا لازم احط بالمعيار. انا هنا حاطه 2.5 كوباية رز وكوبايه ونص شعريه. انا عندي كل كوبايه رز النوع ده ضحى، انا بحط على كل كوبايه رز كوبايه ونص ميه. فانا دلوقتي حاطه 2.5 كوباية رز، يبقى هحط قد ايه ميه؟ كل كوبايه عليها كوبايه ونص، يعني الكوبايتين عليهم 3 كوبايات والنص عليه ربع، يبقى عندي 3 كوبايات وربع ميه. ده مقدار اسمه ايه ده الرز. هحط الاول 3 كوبايات وربع ميه، ادي واحد طبعا بنفس الكوبايه اللي انا معايره بيها ايه الرز. 2 3 وادي الربع. تمام كده. طيب انا حاطه كوبايه ونص شعريه، احط لهم قد ايه ميه؟ قدهم، كوبايه ونص برضه. كوبايه، هقلل شويه النص علشان انا مليت بس كده. طبعا ستات البيوت الكبار بتوع زمان، امي وامك وجدتي وجدتك، كانوا بيحطوا الميه بالمعيار كده، يقولك تغطي الرز، يعني الرز يتغطى ويبقى عقلة صوبع كده تقريبا، يعني معرفش، انا ما بعرفش اعمل كده. انا بجرب نوع الرز اللي انا بستخدمه واشوفه بظبطه اول مره، اشوفه بياخد ميه قد ايه، بياخد ميه قده بالظبط ولا بياخد ميه اكتر، وبعد كده بحسب بالعدد بالكوبايه زي ما وريتكم. انا دلوقتي هحط الملح. انا بحط، يعني انا بعتبر دي الحبه دول كده ان دول معلقه، دي معلقه، كانت معلقه دواء، تمام، اللي هي بتتني تتفتح دي، تمام. دي كبيره شويه، انا كان عندي معلقه اصغر، فكنت بحط لكل كوبايه ميه من اللي انا حطاها دي معلقه ملح. لكن انا دلوقتي بحط نص دي كانها معلقه. فانا هنا حاطه قد ايه ميه؟ حاطه 3 وربع في الاول، وبعدين 1 ونص، يعني حاطه 4 و3/4، يعني حاطه 5 كوبايات الا ربع. فانا هحط 5 تنصص من دي، يعني 2 ونص لو مليانه، بس انا بحب احط بالنص بصراحه. ادي 1 2 3 4 5. تمام. اقلب الملح مع الرز. طبعا يا جماعه انا بعيد تاني وازيد واقول ان الكلام ده هتقولوا ايه التفاهه دي وايه الهيافه دي، لا، انا الكلام ده قصده بيه البنات اللي لسه بتتعلم الطبيخ، لسه بتدخل المطبخ لاول مره، لسه هتعمل رز بشعريه لاول مره. لو شاب وقاعد لوحده وعايز يعمل حله رز جنب الاكل اللي هو عامله او مامته عاملهوله او اي حاجه، برضو لازم يبقى كلنا نبقى عارفين طريقه عمايل الحاجات البدائيه دي. انا قلبت الملح كويس كده، هحط جبتلها واحده تانية اهي عشان احط عليها هنا، بعيده عن بتاعه اللحمه وبتاعه الفاصوليا، وهغطي الرز واسيبه يغلي ويتشرب. بعد ما يغلي ويتشرب خالص من الميه هوطي النار، هوريكم هوطي النار ازاي، وهحط الصاجه ازاي واسيبه يستوي، وكل 10 دقايق بخش اقلبه. هو ما بياخدش اكتر من تلت ساعه على النار او نص ساعه بكتير قوي يعني، بس انا ببقى موطيه النار على الاخر. فاستنوني لما يتشرب هوريكم شكله. دلوقتي يا جماعه الرز اتشرب اهو زي ما انتم شايفين، خلاص ما اتشرب يعني ما بقاش فيه ميه. تمام. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل الحله واوطي النار، هشيل الحله من هنا، هوطي النار ديت، هحط الصاجه وهوطي النار قوي. ثانيه واحده، بصوا بوطي على الطفي، مش هوطي على اخر درجه، بوطي على الجزء اللي هطفي عليه. وطيت على النار على الطفي، واحط الصاجه كده واحط الحله. تمام. وكل 10 دقايق بخش اديله تقليبه وخلاص، يعني مره او مرتين وشكرا على كده بيكون الرز استوى. ودلوقتي انا في مرحله في اللحمه هنا بتاعه الفاصوليا، انا هبتدي احط الفاصوليا معايا
هي غلت شويه كويسين وزودتها ميه مره، فانا هحط الفاصوليا علشان برضو تبقى مستويه حلو مع اللحمه والطماطم. انا هبتدي انزل بالفاصوليا هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا بحب الفاصوليا تبقى مستويه قوي، ما يبقاش فيها التكه الجامده دي، انا بحبها تستوي قوي مع اللحمه. فاقلب كده اهو. طبعا الميه زياده احنا عارفين، بس انا مزوده قصده علشان تستوي مع بعضها. بعد كده لما هتنقص الميه والحاجه تستوي ونحط الملح، هتبتدي نوطي النار وتتسبك وتتقل وتبقى زي الفل، وهتشوفوها معايا في اخر الفيديو، لان الفيديو ده طول قوي مني معلش، لان في اكلتين كاملين فمعلش استحملوني، بس ده والله هيفيد البنات الصغيرين جدا جدا جدا. دلوقتي بقى انا هسيب كل حاجه تستوي وهوريكم في نهايه الفيديو شكل الاكل. بصوا يا جماعه، انا عايزه اوريكم سوى اللحمه والفاصوليا. بصوا اللحمه دخلت في سوى، تبدا تتقطع كده، تبقى ايه، دخلت في سوى. بصوا طريت اهي، وكمان الفاصوليا برضو بتاعتي استوت. انا في المرحله دي ممكن اضيف الملح، تمام، ويكمل بقيه السوى، تكمل بقيه السوى مع الملح. انا هجيب الملح اضيفه دلوقتي. هضيف اهو الملح بتاعي، كل واحد بيضيف طبعا الملح حسب الرغبه. انا بحط 3 تنصص من دي، يعني معلقه ونص تقريبا. نفس الحكايه للحمه برضو، نفس السوى ونفس مقدار الملح، تمام. وهقلب اللحمه برضو، وهسيبهم بقى يكملوا سوا مع الملح. هغطي واسيبهم يكملوا السوا مع الملح، وهوريكم بقى في نهايه الفيديو استووا ازاي. هنا الرز كمان يا جماعه اهو، الرز استوى خالص اهو، مفرفر اهو، جميل. بصوا معلش البخار طلع على الكاميرا. الرز خلاص استوى، انا هطفي عليه وهوريكم بقى في الاخر كل حاجه بعد ما استوت واغرفها لكم ان شاء الله. وادي يا جماعه شكل الاكل بعد ما خلص. عملنا اكلتين حلوين جدا، الفاصوليا الخضراء باللحمه واللحمه الكباب الحله بالصوص كده، والرز بالشعريه البدائي خالص اللي يعني كل الناس بتعرف تعمله، بس انا قلت لكم في بدايه الحلقه في بدايه الفيديو ان انا قصدي بالفيديو ده اساعد البنات اللي لسه بادين يدخلوا المطبخ، او اي شاب مغترب عايز حابب انه يعمل اكل في البيت، ممكن ان هو يستعين بالفيديوهات دي ويعمل الاكل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. انا اسفه لو كنت طولت عليكم شويه، بس كان لازم اشرح كويس علشان الناس اللي لسه بتبتدي تتعلم. وبكده نكون عملنا وجبتين يكفونا 3 ايام، ممكن 4 كمان، يعني ممكن كل اكله من دول. طبعا انا مش غارفه كل الاكل، انا غارفه كميات بسيطه، لكن في لسه باقي في الحلل. ممكن كل اكله تكفينا يومين، او مثلا النهارده فاصوليا، بكره كباب حله، وبعد بكره بقيه الفاصوليا وبقيه كباب الحله مع الرز، والرز واحد مع الاتنين. نعمل جنبهم طبق سلطه، نعمل شويه مخلل، اللي يحب ياكل كده من غير حاجه ممكن، اللي يحب يغمس الفاصوليا بالعيش او اللحمه بالعيش من غير ما ياكل رز مفيش مشكله. الاكل ده صحي، ممكن يتشال الزبده منه ويتحط شويه زيت ذره معاه، يبقى دايت عادي جدا، ويتطبخ شويه زيت ذره صغيرين او زيت عباد شمس، ويتاكل جنبيه ربع رغيف عيش او نص رغيف عيش، بتبقى وجبه متكامله من غير الرز. ولو بالرز ممكن اللي عامل دايت بياخد 4 معالق او 6 معالق رز جنب طبق الخضار او حبه اللحمه، له مثلا 200 جرام لحمه في اليوم او 250 جرام بياخدهم،
انا مقطعه اللحمه قطع صغيره هنا علشان تبقى سهله في الاكل وتستوي بسرعه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده كان مفيد، وما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مستنيه الكومنتس بتاعتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.